شوفوا يا عرب، شوفوا يا عراقيين، هاي رتل للدواعش ومحافظة أربيل يم القلعة تحديدا. رتل للدواعش والأعلام ترفرف بال 2021، هاي هسه اليوم 16. هالمشاهد اللي عم بتشوفوها هي من كواليس تصوير مسلسل ليلة السقوط في أربيل بالعراق. هالمسلسل الضخم من إنتاج شركة بلا حدود العراقية بالتعاون الفني مع جهة مصرية، ومن إخراج ناجي طعمة وتأليف مجدي صابر، واللي بيضم أكثر من 150 ممثل من العراق، سوريا، مصر، الأردن وتونس. وأبطال العمل هم طارق لطفي اللي انتهى من تصوير مشاهده، باسم ياخور، ميلاد يوسف، كندا حنا، وصبا مبارك اللي شفناها بالكواليس بمشاهد إنسانية لفتاة اسمها جوانا بتعاني من ظلم داعش في العراق، وخصوصا بفترة سيطرة هالتنظيم على الموصل، هالفترة الدموية اللي بتناولها المسلسل. صبا مبارك راح نشوفها بشخصية جوانا، عم نشوفك بالجلابية طبعا مثل العادة، ما في ميك اب، شعر طبيعي بس يخزي العين، اسم الله دايما حلوة. خبرينا عن جوانا شوي من غير ما نحرق الأحداث. جوانا فتاة هي طبيبة إيزيدية، وأنا كتير كنت متحمسة إنه ألعب دور صبية من الطائفة الإيزيدية. حقيقة أظن ما نحكاش عن هاي الطائفة نهائيا بالدراما وبالأفلام. هاي الطائفة تعرضت لكم كبير جدا من الظلم والإبادة ومن الإساءة، وفتياتهم تعرضوا ظروف من أبشع ما يكون. فأنا إلي الشرف إنه أمثل هدول الصبايا وإنه أوصل صوتهم. بس بالنسبة للكثار ممكن يكون موضوع داعش وجرائمهم في العراق نقطة حساسة بيتجنبوا يتطرقوا لها، ولكن بالنسبة لصبا فالموضوع مختلف تماما. أنا ما بعتبر حالي بعمل مسلسل له علاقة بالدواعش، أنا بعتبر حالي بعمل مسلسل له علاقة بنصر الشعب العراقي وبتحرير العراق من جهات متطرفة. من ناحية تانية لا بخوفوني ولا شيء، يعني قطع عمرهم شو يعني، خلي الناس تضلها متذكرة وتذكر الآخرين إنه في مراحل انتقالية سياسية مرقت هاي الفترة السوداء، ولازم كلياتنا نتحد، سواء كنا فنانين مثقفين، الشعب بكل الفصائل والأطياف والأديان وكل المذاهب يجتمعوا على إنه الحرية هي أهم شيء. ومن وحي المكان والأحداث وليكون المسلسل أكثر واقعية، فكل الممثلين بدون استثناء رح يحكوا باللهجة العراقية. نعرفك أنت كمان عندك هاي الملكة، على فكرة سبب بتحكي تونسي تتكلم تونسي، فخبرينا عن اللهجة العراقية. كان مهم كتير بالنسبة لنا أنه نحكي لهجة عراقية، وطبعا اللهجة العراقية اللي تم اختيارها هي اللهجة البغدادية البيضاء اللي كل العرب ممكن يريليتوا إلها ويسمعوها وتكون قريبة منهم. كان في إصرار كامل منا نحن فريق العمل إنه نكون دقيقين جدا بمسألة اللهجة، ومعنا مدقق اللهجة ممتاز جدا، يعني بتركناش بأي لحظة بدير باله علينا.